مين اللاعب اللي حضرتك كنت شايف ان هو المفروض يكون موجود عشان يحقق احلام المصريين؟ شيكابالا. شيكابالا اللي بيلعب نص ساعة؟ شيكابالا اسطورة كرة القدم في مصر. طبعا، بس السن شيكابالا بصي السن ده رقم بيتكتب في البطاقة. ايوه، بس ما بيقدرش يلعب وقت اطول. حضرتك دلوقتي شيكابالا بيلعب 90 دقيقة. شيكابالا ينقل المنتخب وينقله للهجوم بسرعة. شيكابالا ساحر في الملعب. شيكابالا كل افريقيا، كل الفرق الافريقيه اللي احنا بنلعبها بتعمل له 1000 حساب. شيكابالا خلينا نفتكر هدفه في غانا في وقت عصيب في كاس الامم الافريقيه 2010. انهى كل المساله وسجل واحده من اجمل الاهداف، هو كل اهدافه جميل، لكن شيكابالا اسطوره يستحق الوجود في المنتخب وانا مش عارف ليه. حضرتك بتكلمني على هدف من 14 سنه. ده انا بكلمك على المنتخب، مش بكلم هو من 14 سنه كان في المنتخب. 14 سنه من 14 سنه كان ايوه، انا بتكلم عمره وصحته ولياقته اختلفت. يا رباب خليني ارد عليك. السن او العمر ده رقم بيتكتب في البطاقه. أيوة، لاسباب اداريه، لاسباب اداريه، لكن اسباب فنيه. شيكابالا قادر على العطاء، شيكابالا قادر يلعب ويقدم كل طاقاته في الملعب. كره القدم بتتقاس بالمجهود اللي بيتقدم في الملعب، مش بيتقاس ده سنه كام. على فكره منتخب الكاميرون كان فيه لاعب تجاوز ال 40 في كاس العالم. يعني حضرتك تفتكر ان كل مديرين الفنيين حاطين شيكابالا في دماغهم؟ هل هم في حسابات في دماغهم؟ بس شيكابالا يستحق في هذه الفترة بعد التألق مع نادي الزمالك أن يكون موجود في منتخب مصر، وكنت أتمنى أن تكون كأس الأمم الأفريقية دي الأخيرة لشيكابالا، خاصة أنه يعيش أحسن حالاته الكروية وكل زمالك. يكفي أن قفشة اتفرجت على من يومين كان بيتكلم على شيكابالا. مجدي قفشه قال انا اتمنى يبقى عندي 10% من القدم اليسرى لشيكابالا. شيكابالا ساحر، شيكابالا الاباتشي، شيكابالا الاسطوره كره القدم المصريه. يا بخت شيكابالا بيك. ليه؟ انا بقول عليه استبات. ايوه بس يا رباب ما اتفرجش على شيكابالا ما اتفرجش على كوره. اتفرج يا كابتن، بس مش معنى انه اتفرج هيفضل بيه مدى الحياه. ما هو الرياضه دي سنة الحياة. لياقه وسن معروف. شيكابالا قادر على العطاء حتى في هذه السن، قادر يدي ويبهر ويمتع في هذا السن. فانا ده شايف اللاعب اللي المنتخب ما قدرش او فيتوريا تجاهله، ما ضموش منتخب مصر، وكان ممكن يغيروا النتائج في كاس الامم الافريقيه. ماشي اتفقنا؟ يعني شيكابالا قصاد محترفين السنغال وكنت على فكره محترفين السنغال وكوت ديفوار بيعرفوا شيكابالا، ولو راح شيكابالا كانوا هيتصوروا معاه. هم اللي هيتصوروا معاه، ساديو ماني وكله هيتصوروا. يعني هو اقوى منهم؟ هو اشهر بصي هو ساحر. شيكابالا كل افريقيا تعرف شيكابالا. ايوه تعرفوا، بتكلم على ارض الواقع. على ارض الواقع في الماتش شيكابالا قادر على